السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اسمحوا لي على هذه الغيبه. فاليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد الوصفه رائعه ولواحد المكون عجيب رائع بزاف. غادي نستعملوه بجوج ديال الوصفات. عنده واحد النتائج روعه للشعر. كيحارب تساقط الشعر بواحد الشكل اللي رهيب. كذلك الناس اللي عندهم ما عندهمش الخلفه، فغادي تولي عندهم ان شاء الله الخلفه. مكون رائع بزاف اللي هو زريعه البصله. البنات، زريعه البصله عندها فوائد كثيره على الشعر، فهي مطهره للشعر، عندها عده فوائد وفيتامينات وكذلك معادن اللي كتساعد في محاربه تساقط الشعر. كذلك يعطي ترطيب للشعر. الناس اللي شعر ديالهم كحرش فراه كيرطب بطبيعه الحال الشعر. الناس اللي تيقولوا راه كيحرش، لا، فهي فكره غلطه. مع الاستعمال المتكرر خصوصا ملي كنستعملوه مع شي زيت راه كيرطب لنا الشعر بواحد الشكل اللي زوين بزاف. فكيشوفوا معايا هنا، فكنحاولوا نقيوها، من بعد كنطحنوها حتى كنحصلوا على البودر ديالها. من بعد ملي كنحصلوا على هاد لابود غنحاولوا اننا نصفيوها بهذا الشكل هذا، وغادي نغربلوها مزيان. كيف تشوفوا معايا نحاولوا اننا نغربلوها مزيان، ومن بعد فغادي نستعملوها في اول مكون. انا غادي نوريكم كل شيء. هنا البنات شنو غادي ندير؟ هاد الشيء اللي غادي يشيط لي ما غاديش نلوحو نهائيا، غادي نستعملو في هاد الزيت اللي غادي نشاركها معكم في ثاني فيديو المقادير ديالها. ناخذ البنات واحد شامبو اللي تيكون شامبو مفضل عندنا، وغادي نستعملوا فيه واحد الملعقه من زريعه البصله بهذا الشكل هذا، وغادي نخلطوه مزيان مزيان، وغنبقاو نستعملوه فين ما نمشيو للحمام. غنبقاو نغسلوا الشعر ديالنا بشكل عادي، يعني منها كنغسلوا الشعر ومنها كنعالجوه في وصفه اللي غزاله بزاف بزاف، ومنها حتى الناس اللي ما بغاوش هكا يشوفوا او لا يشموا ديك الريحه، وخا ما فيها لا ريحه ولا راه بالعكس راه زوينه بزاف. فيديروا هكا في الشامبو، يغسلوا في نفس الوقت كيعالجوا الشعر. غتستعملوا لابودغ في هاد القرعه بحال هكا، شي قرعه عندكم هي ديال الزجاج ديال البلاستيك، باش تبقاو تهزوا منها هكا معلقه، وتبقاو هكا تستعملوها في الشامبو ديالكم. يعني في ما يسالي لكم شامبو تستعملوها. وصفه اللي مجربه وخطيره بزاف البنات، فعلا خطيره. فاش غتجربوها ديك الساعه غتعرفوا على الشندوي، مذهله بزاف للشعر. بالنسبه للوصفه الثانيه شنو غادي نستخدموا فيها؟ كذلك عندنا الازير وعندنا زرعه البصله. كيف شفتوا معايا في اول فيديو لحت داك التخت ولا داك الشيء اللي بقى لحتو، حيت مخاطرش اننا نكبوه. خديت لابودغ ديالها وداك الشيء اللي بقى دوك الحبوبات عاود زدتو منها ضفتهم عليها. غادي ناخذ الازير بطبيعه الحال الكميه اللي عجباتكم مع كميه قليله ديال زرعه البصله. كيف عارفين الازير راه معروف جدا في تطهير الشعر، كذلك فهو كيحيد القشره. الناس اللي عندهم قشر راه كيحيد القشره، كيطهر الشعر، كيحيد ديك الريحه الزفوريه. الناس حيت كاين بعض الناس اللي تكون عندهم بحال ريحه الزفوريه، واحد الريحه من زوينات في الشعر، فهو مع الاستعمال اليومي ديالو بطبيعه الحال كتحيد هذه الريحه، كيرطب الشعر، كيطول كذلك الشعر بواحد الشكل كبير، وكينوض حتى الخلفه. خصوصا ملي تستعملوه مع زرعه البصله رائع بزاف بزاف. من بعد غادي نكبوا عليهم، من بعد البنات غادي نكبوا عليهم الزيت ديال العود، وغادي نخليو هاد القرعه في واحد البلاصه اللي كتكون مظلمه لمده ديال 15 يوم او سيمانه اللي عجبكم. كل ما نخليوها اكثر كل ما يعني كتطلق مزيان. فانا كنخليها سيمانه صراحه، كنخليها اسبوع واحد البلاصه مظله، ومن بعد كنبقى نستعملها هكا. كنصفى منها واحد شويه وكناخذ ديك الزويته ديالها هي اللي كنبقاو هكا كندهنوا بها الشعر ديالنا، اولا كنفرقوا بها الشعر مزيان مزيان، وكتشرب لينا ديك زيت الشعر. نخليوها تقريبا مده ديال 3 ديال السوايع في الشهر. من بعد كنغسلوه بشكل عادي، ما كاين حتى شي مشكل، ما كتخلي لا ريحه لا حتى حاجه، بالعكس كتعالج الشعر بواحد الشكل كبير. كنتمنى الوصفات اليوم اللي شاركت معكم يكونوا نال الاعجاب ديالكم، وتجربوهم راهم مجربين 100%، وتردوا عليا اخبار في لي كومونتير. غادي نقول لكم دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. غنحاول هاد المره اني ما نغيبش عليكم. المهم ظروف هكا شخصيه، فهادشي اللي كاين، وغنقول لكم بسلامه.